فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. الجزائريين والسنغاليين الملايين من عشاق الكرة من ينتظرون تتويجا بهذه السيدة صاحبة الفخامة كأس إفريقيا 32. هذه اللحظات ستبقى في التاريخ مثلما احتفظنا ونحتفظ بلحظات أخرى تبقى في التاريخ من هذه البطولة في غياب كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي بسبب العقوبة غائب اليوم عن تشكيلة منتخب السنغال. سيعوضه ساليف ساني مدافع نادي شالك 04. هذه هي الأعلام الوطنية والأجواء الكبيرة جدا في مدرجات استاد القاهرة الذي سيبقى يشهد مثلما تشهد القاهرة ومصر على مرور جزائري من هنا بهذا الشكل الرائع جدا. مرور في نهائية كأس إفريقيا التي تنظم هنا في القاهرة لأول مرة في التاريخ ب24 في الجبال الشامخات الشاهقات. نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا 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 اشهدوا مشاهدي الكرام أننا في نهائي كأس إفريقيا على أرض مصر، على أرض الفراعنة التي دخلناها آمنين سالمين وسنخرج بإذن الله غانمين بعد هذه المباراة النهائية. اشهدوا أننا جئنا مصر بروح وقلب وعقل واحد من أجل هدف واحد. اشهدوا مشاهدي الأفاضل أننا بلغنا المباراة النهائية بفضل الجهود بالدماء بالدموع وكذلك بالعرق، وجئنا كذلك وشغلنا هنا في القاهرة وفي مصر وفي كل بقاع الدنيا، شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة. اشهدوا أننا سنبذل الجهد كذلك في هذه المباراة من سنة وصل للمباراة النهائية. أول ملاحظة لجمال بالماضي بعدما بغداد راح بغداد رياض من هنالك رياض يا بغداد وجول جول جول يا بغداد جول. بغداد بنجاح يفعله جول. يا لا من بداية ويا له من سيناريو جاءت من السماء هذه الكرة من عند الله. الكرة ساقطة وحطت في الجول. يا سلام على بغداد، تريد أن تقطع أنفاسنا منذ البداية. بغداد إلى بن إسماعيل وراح بغداد رياض وحده. يا بغداد قال لي لا، اضربها وحطها في الجول. بغداد بنجاح يزمر مع الحارس جوميس. اركع واسجد لربك يا بغداد. يا له من جول، ضربة عالية وضربة في القائم ودخلت جول لصالح المنتخب الجزائري. يا سلام. مليان يوسف كرة بعيدة وبالراس وبابا خطيرة ورياض والدفاع. سفر من امضاء بغداد بنجاح. هاي يا بغداد، هاي يا بغداد. حطها في الجول بغداد. كرة لصالح رايس وابن بولحي. في إعادة هذه الكرة لمست القائم ودخلت. تغطية دفاعية من هنالك من نجاي تروح لعدلان قديور عن طريق اللاعب نجاي وقصمة راح بغداد، راح يوسف بلايلي الخروج الحارس جوميس. بلايلي وجوميس ويخرجها في التماس. القائمة الأول تلعب بعيدة وسلامات بعيدة الكرة هذه. سلامات راحت مباشرة ضربة مرمى. قول الحكم المساعد لصالح المنتخب الجزائري. كنت أقول بأنه عادة المنتخب الفريق اللي ساديو ماني. أنت متأخر يا زفان. ساديو ماني ما زال عنده الكرة. ساديو يلعبها. ساديو ماني استلمها. ساديو والدفاع يخرجها رياض. هو اللي رجع وخرج هذه الكرة. مثل هذه قصيرة صعب يخرج رايس. عليكم الآن بالدفاع على هذه الكرة. مع هدف المصري محمود دياب. كرة راحت. ساديو ماني يفعلها. ساديو ماني راح ومعاه بن ناصر. وساديو ماني وبن ناصر. وفي تقنية الفار موجودة. الكرة في المخالفة حذرية. يوسف صبالي مع رياض. يوسف صبالي مر. يوسف صبالي يلعب بينية مع يوسف واسماعيل. والتغطية الدفاعية والحكم يقول للجزائر اسماعيل انت توزن
30 كيلوغرام مبلل ومتر وشويه من عند وسط ميدانه. اندياي الكره السنغاليه محاوله المرور. كاين تقنيه الفار، كاين تقنيه الفار، تنساوش بانه كاين تقنيه الفار. يا ساديو ماني، يا ساديو ماني، اعتداء صريح هنا من ساديو ماني على سفيان فغولي لو يطرده حكم المباراة. اعتداء صريح. يوسف بلايلي، ما زالت الكرة السنغالية وصلت لنباي لنيونغ. أول تسديدة صاروخية على مرمى الحارس رايس وهاب مبولحي من هذه الكرة السنغالية. يا 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 صار يمر وخطأ جول حكم المباراة لصالح اسماعيل. صار وين رايح ابن عمري؟ التوزيع خطيرة بينية. يوماني مر بسهولة، مرتاني مر والكرة خطيرة تلعب بدفاعية. وجمال ويتفوق جمال، وجمال يقاوم مازال، ورامي بن سبعين والبينية والتوغل والخطورات. وزفان يخرج ركنية، وزفان يخرج ركنية. يا رامي يا بن سبعين يا بني، يا رامي يا بن سبعين الله يرحم والديك يا رامي. العب الكرة وانسى اللاعبين. انا عارف بانك انت تعرف اسماعيل صار وتريد ان تقول بانه يحاول ان يتحايل على حكم المقابل. خطيرة وما زال رد سلامات. لعبوها نعرفوا لعبوها. هاي الكره يوسف يلعبها اسماعيل بن ناصر والحكم يعطيها رياض. ساديو ماني ورياض والتغطيه وساديو ماني والكره في التماس. حط رجلك يا رياض، خلاها لاسماعيل. يوسف واسماعيل ينفذ الكره. ما زالت قصمه مع رامي، قصمه ورامي يرجع للخلف لاسماعيل. صر وريس بغداد يلعبها لرياض ووصلت سفيان لرياض. ماني راح ساديو يلعبها لصر نيونغ وجمال ياسف وصلته. هاي كرة جول يا يوسف، هاي كرة جول يا يوسف ورياض والدفاع. راحت سهلة لرايس، راحت بعيدة. اطلبها بغداد، عدلان لبغداد، رقم كورتو بغداد وفيه تماس. الحكم يقول رياض اختفى وراح. انطلق مع بغداد، وصلته بغداد الان للامام في اتجاه الرؤوس. كرة رايس صايفات وسلامات. صبالي مازال، صبالي ارضية. ساديو ماني يلعب من دون حذاء. جمال يخرجها بعيدة تماما من هنالك. اسماعيل بن ناصر ما زالت سنغالية ويا ما زال الجزائري. جمال من دون حذاء، الكرة تروح لصبالي محاصر وخطأ يقول حكم المباراة. صبالي وخطأ. حذري من الكرة هذه خطيرة بين أحضان الحارس. رياض ماذا هنالك؟ ضربة جزاء للسنغال يقول حكم المباراة. السنغال حكايتهم حكايات مع ضربات الجزاء، عندهم 5 طاولة حكام المباريات. ضربة جزاء يقول حكم المباراة للسنغال. ينتظر الفار. هاي الإعادة، هاي هي لمساته. يا سيد الحكم ما راحش يصفرها. العب، ما راحش يصفرها. العب، ما راحش يصفرها. هاي نقطة تحول المباراة. قال الحكم العب، هذه هي نقطة تحول المباراة. اعطيوني الكرة يقول حكم اللقاء، اعطيوها لي. اعطيوني الكرة يقول حكم اللقاء. راح سفيان غطى كورتو. سفيان مازال، العلي صابالي يرجع لماني، يرجع معه رياض. ماني في خطأ. يوسف بلايلي كرة في العمق. حذري بابا. راحت سلامات هذه الكرة. مش متعودين نخليو فراغات مثل هذه يخرج لنا مباي نيونغ، مش متعودين. شوفوا نخرج لك يا جمال ويا عيسى يا مندي. نيونغ بعيدة من نيونغ. كرة كانت البنات حاضرين في المدرجات، طبعا زوجته جزائرية فرانك ريبيري الحاضر في وسط. رجعت الخلف، تسديدة رايس
اسماعيل صار واسماعيل صار وجمال بالعمري. رياض يبحث عن الرؤوس، رياض جول ولا لا، ركنيه اخرى لصالح المنتخب الجزائري. يوسف ينفذ الركنيه ولا لا، رجعت لك يوسف، ما زال عنده الكره، يوسف يدخل، يوسف يمر، يوسف وتوزيعه،